أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة شرعية: لو طلق إنسان امرأته، هل يجوز أثناء الطلاق مجرد أن طلق هذه الامرأة يجوز أن يعقد على أختها، يتزوج أختها لو ما يجوز؟ قال: إذا طلق زوجته فإن كان الطلاق رجعيا فهل يجوز ويصح نكاح أختها أو لا؟ الجواب: إذا طلق زوجته فإن كان الطلاق رجعيا فلا يجوز ولا يصح نكاح أختها ما لم تنقضي عدتها. لماذا؟ لأن الامرأة في العدة كالامرأة، يعني بحكم الامرأة تجب نفقتها، ولا يجوز أن ينكح أختها باعتبار زوجة بعد، ولا يجوز لها أن تخرج من بيته إلى آخرها، فهذا شنو بحكم الزوجة، فما يصير يتزوج أختها بعد، لا يجوز الجمع بين الأختين. فيقول: ما إذا كان الطلاق رجعي، العدة رجعية والطلاق رجعي، لا يجوز الزواج أختها وإلا أن تنقضي العدة. وأما إذا كان بائنا، يعني خرجت من حبالة الزوجية، مثل من هذا في الطلاق الثالث مثلا، طلقها 3 مرات، واضح؟ أو طلاق ثالث مثلا 9 مرات، هذه بانت من عدة بعد حتى تنكح زوجا آخر. أما إذا كان الطلاق تاسوعي بعد شنو حرمت عليه مؤبدا. أو كانت المطلقة من لا عدة لها كالصغيرة وغير المدخول بها واليائس، جاز له نكاحها، نكاح أختها في الحال. نعم، لو كانت متمتعا بها وانقضت مدتها أو وهبت المدة، فالأحوط لزوما له عدم الزواج من أختها قبل انقضاء العدة، عدة الممتع بها، وإن كانت بائنة. وصل اللهم على محمد وآل محمد.